اهلا بيكم في قناة اور كروشيه. النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض الوحدة الجميلة دي. الوحدات في الكروشيه حاجة مهمة جدا. هي تعتبر يعني اساس شغل الكروشيه. الوحدة بتبقى مرنة، بمعنى ان انا ممكن استعملها في شنطة، ممكن استعملها اعمل بيها رانر، اعمل بيها مفرش سرير، مفرش سفرة، ممكن احطها على اطار مثلا لفيست او لكوفية. يعني اقدر استعملها في حاجات كتيرة قوي. تمام. الوحدة دي اتنفذ بيها شنط، اتنفذ بيها مفارش سرير وسفرة، فهي وحدة مشهورة قوي وان شاء الله سهلة بإذن الله. انا استعملت هنا في الوحدة ديت خيط قطن ايطالي بإبرة 2.5. انت ممكن طبعا تستعملي اي نوع خيط انت عايزاه. ادي شكل الكونة. تمام. انا اول ما هبدأ هعمل حلقة بداية كده، عقدة بداية. انا ما بفضلش دايما الحلقة السحرية علشان ما بتبقاش امنة اكتر. هنعمل ست ست سلاسل، وهنقفل بمنزلقة في اول سلسلة. نرتفع 3 سلاسل دول هنعتبرهم اول عمود. هنعمل جنب ال3 سلاسل دول 15 عمود عشان يبقى معانا في اخر الدور يبقى معانا 16 عمود. انا خلصت الدور اهوت 16 عمود. هنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع. ماشي. الدور ده بقى هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلاسل دول هنعتبرهم اول عمود، وبعدين هنعمل سلسلة فراغ، وبعدين هندخل في العمود اللي بعد كده. ناخد بالنا العمود اللي بعد سلاسل الارتفاع بيبقى دايما متداري شوية. يعني الدور ده التزايد اللي فيه هتبقى السلسلة، لكن كل عمود هنعمل فيه عمود. تمام. مش مظبوط شوية، مظبوط. نعمل سلسلة وندخل في العمود اللي بعد كده ونعمل عمود، وهنكمل الدور بالطريقة دي. خلاص خلصنا الدور زي ما قلنا 16 عمود. بنيجي في ثالث سلسلة في سلاسل الارتفاع ونعمل غرزة منزلقة. متنسوش طبعا السلسلة اللي قبل غرزة المنزلقة. هنرتفع 3 سلاسل، وبرضو ال3 سلاسل دول هنعتبرهم اول عمود. ده الدور الثالث اللي هو الدور ده. هنعمل ايه؟ هنيجي في الفراغ ده ونعمل عمودين. نيجي في العمود نعمل فيه عمود، وفي الفراغ نعمل عمودين. نيجي في الفراغ ونعمل عمودين، وهنكمل كده لآخر الدور. خلصنا خلاص الدور. هنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة في سلاسل الارتفاع. تمام. احنا لغاية دلوقتي لغاية الدور الثالث الشكل دائري. احنا عايزين بقى نحوله للشكل المربع. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نعمل الفراغات. الدور ده بس هنعمل فيه الفراغات اللي هنشتغل فيها الشغل ده عشان نحوله لشكل مربع. هنرتفع سلسلة وندخل في نفس المكان اللي عملنا فيه غرزة المنزلقة ونعمل غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 4 5 سلاسل، وهنسيب غرزة 2 وفي التالتة
هنعمل غرزة حشو. يبقى الأول بنعمل 5 سلاسل، بعدين بنعمل سلسلتين، وهنسيب برضو غرزتين اللي هما بيبقوا معمولين في السلسلة، في الفراغ السلسلة، وندخل في العمود اللي معمول فوق العمود ونعمل غرزة حشو، وبعدين نعمل 3 سلاسل ونسيب برضو غرزتين وندخل في التالتة نعمل حشو، وبعدين سلسلتين ونسيب غرزتين وندخل في التالتة. تمام، ده كده ضلع. دي بتشكل الزاوية، وده الضلع اللي ما بين الزاوية والزاوية. هنعمل 5 سلاسل، وبرضو هنسيب 1 2 وندخل في التالتة، وبعدين سلسلتين 1 2 وندخل في التالتة نعمل حشو، بعدين 3 سلاسل 1 2 وندخل في التالتة، وبعدين سلسلتين ندخل في التالتة، وبعدين نعمل ال5 سلاسل اللي هي الزاوية التالتة. تمام كده. هنكمل بقى الشكل زي واحنا شغالين كده، هنكمل بالظبط كده. انا خلصت خلاص اهو الضلع الاخير، وعملت اخر سلسلتين، وبدخل في غرزة الحشو الاولانية خالص وبعمل غرزة منزلقة. تمام كده اهو الشكل خلص، حولناه لشكل مربع. هنبدأ بقى دلوقتي الدور ده نشتغل في الفراغات دي. تمام، هندخل الاول ندخل بمنزلقة تاني في ال5 سلاسل الاولانيين، ونرتفع 3 سلاسل. طبعا ال3 سلاسل دول هنعتبرهم اول عمود، وهنشتغل جنب ال3 سلاسل دول 4 أعمدة. 1 2 3 4 عشان يبقى المجموع 5. بعدين هنعمل 3 سلاسل وندخل في نفس المكان ونعمل 5 أعمدة تاني. 2 3 4 5. وبعدين عندنا الفراغ اللي هو فيه سلسلتين، هندخل فيه على طول من غير اي ما نعمل سلاسل او اي حاجة، ندخل على طول ونعمل غرزة حشو، وبعدين نلف الخيط على الابرة وندخل في الفراغ اللي فيه 3 سلاسل ونعمل 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. وبعدين نروح للفراغ اللي بعد كده ونعمل فيه حشو. يبقى الفراغ اللي فيه سلسلتين بنعمل فيه حشو. تمام، وبعدين نروح على الركنة التانية او الزاوية التانية ونعمل فيها زي ما عملنا هنا اهو 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. 3 سلاسل وبعدين 5 أعمدة. وهنكرر اللي عملناه في الضلع ده هنكرره في ال3 أضلع دول. الفراغ اللي فيه سلسلتين هنعمل حشو، الفراغ اللي في النص اللي فيه 3 سلاسل هنعمل 5 أعمدة وبعدين حشو، وبعدين نعمل الركنة أو الزاوية زي ما عملنا دي عشان نحوله إلى شكل مربع. احنا كده خلصنا الدور الخامس. تمام، هنقفل بقى بمنزلقة في السلسلة الثالثة في سلاسل الارتفاع. تمام، احنا بقى عايزين نبدأ الدور من الفراغ ده،
فهنقعد ننتقل بمنزلقات كده بعدد الأعمدة دي، يعني كل عمود ندخل فيه كده ونعمل منزلقة. لغاية لما نوصل للفراغ ده ونعمل فيه منزلقة، علشان احنا هنبدأ الشغل من الفراغ ده. هنرتفع سلسلة ونعمل ده الدور اللي قبل الأخير، ونعمل غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 3 سلاسل، وفي نفس المكان غرزة حشو. بعد كده هنعمل 5 سلاسل، 2 3 4 5، وبعدين نيجي عند غرزة الحشو اللي هنا وهنعمل فيها غرزة عمود بلف، وبعدين 3 سلاسل، ونعد الأعمدة دي 1 2 3، وفي العمود الثالث هنعمل غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل، 2 3، وبعدين نيجي للحشو اللي هنا في الدور اللي فات ونعمل فيه عمود، وبعدين 1 2 3 4 5، ونيجي في الفراغ ده اللي هي الزاوية نمرة 2 نعمل فيها حشو، 3 سلاسل 3، وفي نفس المكان غرزة حشو. يبقى ده اللي هنعمله بقية الدور. في الركنة هنعمل حشو 3 سلاسل حشو، وبعدين 5 سلاسل ونعمل عمود في الحشو اللي هنا، وبعدين 3 سلاسل وحشو في العمود اللي في النص العمود الثالث، وبعدين 3 سلاسل وعمود، وبعدين 5 سلاسل ونروح للزاوية ونعمل فيها زي ما عملنا هنا اهو. هنكمل الكلام دوت في بقية الدور وهرجع لكم. خلصت اهو خلاص الدور السادس. نيجي نهوت نقفل بمنزلقة في غرزة الحشو. برضو زي ما عملنا الدور اللي فات احنا عايزين نشتغل في الحلقة اللي هي الثلاث سلاسل، الفراغ بتاع الثلاث سلاسل دول، فهندخل بمنزلقة تحت السلاسل عشان نبقى جوه الفراغ. ماشي، وده بقى الدور الأخير. هنعمل ايه؟ هنعمل نرتفع 3 سلاسل نعتبرهم أول عمود، وبعدين 2 3، وبعدين سلسلتين، وبعدين في نفس المكان 1 2 3 بدون أي فراغات أو سلاسل، بدون أي فراغات أو سلاسل. هندخل على الفراغ اللي هو الكبير دوت، الفراغ الكبير اللي هو فيه 5 سلاسل، هنعمل فيه 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، برضو بدون أي سلاسل أو حاجة. هندخل على طول على الفراغ الصغير اللي فيه 3 سلاسل وهنعمل 3 أعمدة، 3. هنا برضو 3 2 3، وفوق ال5 سلاسل هنعمل 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. وبعدين ننتقل للزاوية اهي ال3 سلاسل ونعمل فيها 3 أعمدة، 2
3 سلسلتين 3 أعمدة في نفس المكان، 2 3. وهنكمل الدور بالطريقة دي. الفراغ اللي فيه 5 سلاسل هنعمل فيه 5 أعمدة، والفراغ اللي فيه 3 سلاسل هنعمل 3 أعمدة، والزوايا هنعمل فيها 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. خلاص أنا خلصت الدور الأخير. زي ما قلت لكم هو مربع سهل خالص، وحدة سهلة جدا. هنقفل بمنزلقة في السلاسل الارتفاع في السلسلة الثالثة. تمام. انا يعني ساعات مش بحب اعمل الغرزة اللي هي التثبيت، بعملها من ورا. برجع هنا كده وببتدي اثبتها من ورا، الف كده واعمل عقدة عشان تبقى متثبتة كويس. ابتدي بقى نداري الخيط تحت الغرز دي. يعني هو الهدف دايما مش اننا نداري الخيط وبس، لا، اننا نأمنه كمان، علشان القطعة دي المفروض ان انتي يعني بذلتي فيها مجهود كبير، وطبعا الخامات مش رخيصة وكده. هو بعد كده هو بمجرد ما الحاجة نستعملها او نغسلها او كده نتفاجئ انها بتتفك، طبعا حرام. بقى تكملي بقى. دلوقتي احنا لو عندنا الوحدة اهي، انا بفضل ان انا اشبكها. تمام، هنشوف كده هنشبكها ازاي. في ابرة تنظيف او ابرة كنفا، بنجيب الغرزتين اللي في النص دول، بندخل هنا كده نيجي هنا اهو الغرزة اللي هي التانية، ده الوش. نشبكها كده. تمام، وبعدين نطلع من هنا كده. طبعا زي ما انتم شايفين كل غرزة قصادها غرزة. تمام، فهنيجي هنا اهوت في الغرزة اللي احنا كنا دخلنا فيها، وهنعمل كده اللي هي غرزة السلسلة الفراغ. بعدها غرزة العمود الأولاني اهي، الحلقة دي اهي، الحلقة الداخلية. في طرق كتير للتشبيك، دي طريقة منهم. كل عمود قصاده، قصدي كل غرزة عمود قصادها غرزة عمود، فمفيش أي لخبطة ولا حاجة. كل شوية نتأكد إن الغرزة دي هي فعلا دي اللي قصادها، علشان ما نجيش في آخر الصف ونلاقي نفسينا في قطعة خلصت وقطعة لسه فاضل لها غرزتين أو 3. ده الشكل.
أتمنى الفيديو يكون سهل عليكم. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك، واللي مش مشترك في القناة يا ريت يشترك. شكرا.